اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد. المصري بيتعادل مع الزمالك في برج العرب 0-0. سنه في سنه كده الدوري خلاص شبه بيبعد، لان انت عندك البنك الاهلي اعتقد الماتش الجاي في سيراميكا في بيراميدز، فثلاث ماتشات موت. آه، انا شفت الماتش امبارح. الى حد ما انت ما كنتش وحش، لان انت وصلت لجون المصري كتير بعدد هجمات كويس الى حد ما. بالرغم ان انت ما عندكش سكواد، بالرغم ان انت ما عندكش مدير فني قاعد بره. بيسيرو بصراحه ماتش في ماتش بيثبت قد ايه ان هو مدير فني متواضع جدا. عامل ايه يا علي؟ إيه الاخبار؟ كله تمام. ايه رايك في ماتش المصري امبارح؟ الماتش المصري زي اي ماتش قبل كده كان بيصيروا بيلعبوا نفس الطريقه، نفس التشكيله، نفس يعني طريقه اللعب هي ما بتتغيرش. يعني احنا وشفنا ناس كتير بتلعب بطريقه 5-3-2 دي، بس بتبقى طريقه هجوميه اكتر ما هي دفاعيه. زي ماتش انتر، يعني انتر ميلان اصلا بيلعب 5-2، مم. نفس الوضع. بس سيبك من كواليتي اللعيبه، ان هو اكيد فارق، بس في الملعب طريقه بتتنفذ، في جمله بتتنفذ. نيجي للزمالك مع بيسيرو، مفيش حاجه. يعني انا اتفرجت على الشوط الاول بس. يعني بنوصل، بس بنوصل بمجهود اللعيبه. ايوه. يعني ما فيش جمله اتنفذت في الملعب قلت دي بصمه مدرب. ما فيش. هو البصمه مدرب ان احنا بنلعب ثلاثه ورا. هي دي بس بصمه المدرب، احنا بنلعب ثلاثه ورا. يعني انا حتى يعني ايه، الشوط الاول خلص، كره ده انا كنت محمد شحاته هي دي اللي ضاعت. في اخر الشوط الاول. الباقي كله يعني كوره عشوائيه كده. كان من اول الماتش بتلعب على الكره الطوليه. الشوط التاني كنت بتابعه كده فين وفين كده يعني. لحد ما جه جون ناصر منسي، او الجون اتلغى والمفروض ده الجون. اروح ساعه ناصر منسي وناصر سيف الجزيري، طب ما العب بالاثنين لعلم وقلبها. ناصر منسي هو كان اخطر واحد في الزمالك. ما قلب بطريقه 3 4 1 2. انا خالد صوشال بيلعب من تحتيهم، والعب بالاثنين من فوق ناصر منسي وسيف الجزيري، وخلي في نص الملعب بالاثنين زي ما هم، طلع دوم جارسيا وعبد الله السعيد ومحمد شحاته. يعني هي حاجات كلها بديهيه وسهله جدا. مش هو مستصعب الدنيا ليه مش عارف، وبيكبر الموضوع او بيكبر الفرقه اللي قدامه ليه مش عارف برضه. يعني انا بلاعب المصري وشايف المصري اصلا مش في حالته خالص خالص. خالص. راش عند الجون بتاعنا الشوط الاول نهائي. طب انا مطالب مني انا هنزل العب بنفس الطريقه برضه وادافع؟ طب ما خليك زي ما انت ثلاثه كده اهو، بس ادي حريه للعيبه بقى. يعني صلاح مصدق، خليه يزيد، خليه مصطفى الزناري يزيد. يعني مش طبيعي ان انا الثلاثه دول بيلعبوا نص الملعب بتاعي واقفين كده اهو، الباقي كله بيهاجم وهم واقفين كده مش بيعملوا حاجه، يبقى قاعد زياده عاديه. يعني مم. كنت سحبته جاي سحب واحد جاي 86، يعني في 4 دقايق هتجيب جول انت بقى؟ سحبت الزناري ورحت منزل ايشو. كان من ايه الاول يعني ايه في التبديله ايه التغييره الاولانيه. دي؟ ايه التغيير؟ ايه معنى التغيير اصلا؟ يعني انا مش فاهم برضو حته التبديله دي. انا عايز اكسب، اروح مطلع واحد بواحد، واحد بواحد، واحد بواحد. عملت انا ايه طيب؟ استفدت ايه بيها دي؟ ما استفدتش حاجه. غير الطريقه خالص بقى. جيت في وقت خلاص بقى قرب بطريقه 4 2 3 1، او ايه زي ما قلت لك ان هو 3 4 1 2. وخلي بقى الاثنين بقى عمر جابر ومحمد حمدي يطيروا بقى. برضه مش انا ما شفتش امبارح عمر جابر يعني عمل له اوفرين ثلاثه مثلا، ولا محمد حمدي اول الشوط الاول اوفرين ثلاثه بس كلهم برضه ما فيش كثافه عدديه جوه ال 18. مين هيخش يلعب بدماغه؟ يعني محمد شحاته امبارح كان بيلعب وينج، لعب في كل مراكز الكوره ما امبارح. كانش بيلعب نص ملعب. والله لعب في كل مراكز الكوره مع العلم برضه امبارح من اسوء شو. ماتشات عبد الله السعيد. ما كانش شايف بصراحه. قلتها دي ودي حاجه اول غريبه، ماتش. يعني عبد الله السعيد بقى له فتره ما شفناهوش بالمستوى ده. الله اعلم بقى اخبار التجديد في دماغه، الله اعلم هم المدرب نفسه مش عاجبهم. أنا مش لاقي تفسير. يعني مش لاقي. يعني الجهاز بسيره ده كله كده ما فيهوش غير مدرب الحراس بس. صح. ولا محلل الاداء امبارح قال يعني يعني اكيد شايف الوضع بتاع الماتش عامل ازاي، واكيد شايف نقطه ضعف ايه ونقطه جوه ايه. يعني البديهي ان انا اشتغل على الحاجات دي وانا شغال في الماتش. يعني هو انا بعمل ايه كمحلل اداء؟ بتفرج بس كده معاكم بعد الماتش اقول ده هنا كان فيه، لا، ما هو انا في الماتش المفروض بحلل نقطه ضعف ايه ونقطه قوه ايه، عشان اقول للمدرب عشان المدرب يشتغل عليها. لكن احنا امبارح ما عملناش حاجه خالص خالص.
وشيء في شيء يعني هو الزمالك كده ينافس على المركز الثاني يعني احسن له بقى، يعني اقرب حتى، يعني فرق 4 نقط بقى، مع العلم الله اعلم يكسبوا 3 نقط من الاهلي ولا لا، بس خلينا على الواقع دلوقتي هم 4 نقط وباقي 6 ماتشات ب 18 بونت. خدت 18 بونت ضمنت نفسك المركز الثاني. حاجه وقعت منك تاني يبقى الموضوع صعب قوي بصراحه. هي صعبة. وكمان كمان زي ما كنت بقول لك كده ان انت من اول الماتش انت عمال بتلعب على اللونج بول الكره الطوليه، فكل الكرات الطوليه كان اغلبيتها بياخدها ليك ناصر منسي، وهو كان الوحيد اللي كان خاطر، لان اغلبيه اللعيبه امبارح ما كانتش شايفه بصراحه كلها. لو على الاداء الدفاعي فبصراحه مصدق امبارح عمل ماتش كويس باستثناء الغلطه اللي خد فيها الانذار الزناري مع كان كويس امبارح. اعتقد دغموم. محمد شحاته امبارح عمل ماتش بصراحه، بقول لك شفته في كل حته في الملعب ولغايه اخر ثانيه بصراحه كان عمال بيجري وما تاثرش بالعامل البدني او اي حاجه. ففكره كمان ان انت تطلع لي ناصر منسي وهو اخطر واحد في فرقتك. انت لما طلعت ناصر منسي كمان نزلت سيف الدين الجزيري، فانت لسه بتلعب على اللونج بول. انت بعد ما خرجت ناصر منسي مفيش كوره بقى انت خدتها ما خلاص. هو سيف الدين الجزيري مفيش اللونج بول مش بتاع سيف الجزيري. مفيش عايز خالص. يلعب لونج بول سيف الجزيري يديله في مساحه يجري هو، لكن سيف الجزيري ان هو يقف محطه بالظبط. يستلم وده يسند يعني اللي لك. انا شفته في الشوط الاولاني واستغربته، لان الهجمات، معظم الهجمات اللي احنا رحناها في الشوط الاولاني في ماتش المصري امبارح هي كلها كانت هجمات مرتده. يعني انت لو تلاحظ كده ما فيش ان هجمه انت منظمه. اللي انت بلمسه والتانيه انت بتضربهم. فانا كنت مستغرب فكره اللي انت يعني ده لغايه الدقيقه 40 او 45 الكره اما بتروح هجمه مرتده لينا الاربعه بتوع المصري او الثلاثه مش عارف اللي كانوا في كوره في الشوط الاول يتضربوا بسهوله اتلعبت جدا اتلعبت يعني. اتلعبت فيهم جول لناصر منسي، كان واحد على واحد على بالي محمد. ايوه كان خالد صبحي بعيد بعيد خالص بعيد خالص، كان واحد على واحد. لو الكره دي كانت ناصر منسي استحوذ عليها كان هيعدي واحد واحد ويجيب جول. ايوه ليه انا بقى يعني انا بقى بلعب على اللونج بول اوريدي، اروح ساحب المحطه بالنسبه لي اللي هو كل مم. كل 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 لونج بياخدها. وبين سيف الجزيري اللي هو اصلا مش محطه، هو سيف الجزيري ككواليتي غير خالص ناصر منسي. ده لعيب بيدي الكره في رجله او يدي الكره في مساحه هو هيجري، ايوه لكن ما تديهوش بقى لونج بول هو اللي هيقف عارف. عليها ده ويسندها. كنت هبقى متقبله حسام اشرف. لو حسام، طبعا حسام حسام اشرف اشرف كان لعب من اول انا بناشد ان ناصر منسي هو اللي لازم يبدا، بس في ماتشات لان الماتش بتاع امبارح الشوط الاولاني ده انت كنت تقدر تضربهم كتير قوي، كور كتير قوي، انت كنت تقدر تجري المهاجم من ورا المدافعين وتضربه. وهفضل اقولها وهفضل اعيدها، علامه استفهام كبيره جدا. ايه؟ مين اللي في الجهاز اللي بيخلي دونجا ينزل الملعب؟ لا لا لا، انا مين امبارح اللي في الجهاز مقتنع بان دونجا يلعب سته انا في الملعب؟ انا امبارح والله العظيم ثلاثه قلت كل جنيه بيدفع يا لدونجا. جماعه يا جماعه والله يعني، العظيم ثلاثه يا حرام. جماعه يعني حرام والله يا يعني جماعه كل جنيه قارنوا بيدفع قارنوا لدونجا. قارنوا قارنوا كده، قارنوا دونجا باي لعيب سته في مصر. بلاش مفيش. في مصر، خلينا نطلع لا لا بره لا شويه وحش يعني. قوي. الناس اللي تلعب سته بره مصر، واحد لا زي سام مرسي، واحد زي طارق حامد. لا يا جماعه الناس دي يعني ودول كبار يعني، في حتتها، ودول السن بتاعهم في اكبر حته منه في على حتتها فكره تقال بكتير يعني. يعني. يعني في حتتها لما يتسحبوا كده من الملعب بتحس ان في فرق. دونجا موجود مش موجود ما بحسش بفرق، ما لا بحسش لا بفرق. وكمان بقى يعني مش عارف انت لاحظت الموضوع ولا لا، بقى له 3 ماتشات 4 ماتشات اللي هو يحسسك ان هو شارب طلع عينه. النجيله اه وانت ما بتحملش حاجه. يعني امبارح اه مش عارف كرة في الدقيقه حاجه و80 برضو من على حدود ال 18 اتاخر فيها، برضو غلطه منه، واما المدافع قطعها منه وقام بقى زقه سنه يعني، بس الكوره ده ما فيهاش اي حاجه. قام متمرمخ في الارض وقام باصص للحكم يحسسك ان هو بيعمل كل حاجه في الكوره بس هي الكوره مش عايزه. هو ده دونجا. هو دونجا بيحب يعمل لقطات، بيحب يعمل شو. انا بصراحه لغايه دلوقتي في الزمالك مش عارف بقى له 3 سنين ولا اعتقد دي السنه دونجا الثالثه. من ساعه ماتش السوبر هو وانا شايف. السوبر اللي لعبه. خلاص هو بعد هو السوبر اللي هو لعبه لعب السوبر بعد كده مش شفتوش بعد كده، خلاص ما شفتوش يعني. انا مش بصراحه عارف يعني. بقى ده عيب مدرب ولا عيب مين، بصراحه ولا هو عيب منه هو، يعني انا مش عارف عيب يا مين. راجل ده في وقت من الاوقات والله والله بس طبعا لا يعني في وقت من الاوقات مصطفى شلبي بيبقى مفيد في وقت من الاوقات، يعني برضه امبارح برضه كان زي علامه استفهام يعني يعني. كان وحش مصطفى قوي شلبي برضه انا امبارح شفت يعني. الشوط الاول نوعا ما كان كويس، نوعا ما لا كان كويس الشوط الشوط الثاني الاول. مفيش. الشوط الثاني انا ما شفتوش طبعا فما مفيش. اعرفش. بس لا الشوط لا الاول مفيش عمل كره محمد شحات دي برضه يعني تخلص احسن من كده بكتير بكتير قوي. يعني انت بكتير. انت انت خدت الكوره ورحت لامم الراجل وقع قدامك. لو رفع عينه من نص المنسي كان واقف لوحده خالص لو اه بص له جول. اه هو كان حط احسن من هو لو كده. بص يعني اضمن حط 100 انا ضامن ايوه 90% هتخش جول، وهو ايوه 100% هلعب هو الباص. ايوه
دي الف ب. ايوه بس هي بترجع برضو ان انا عملت كل حاجه في الكوره، فانا عايز اجيب جول. ايوه هي بترجع للعيب نفسه، شخصيه ايوه. اللعيب نفسه. في الاول وفي الاخر تعادل. انا شايفه ان احنا كنا في ايدينا نكسب ونخلص الماتش. اسهل ماتش يكسبه المصري، اه اسهل اه ماتش فعلا تكسب فعلا المصري فيه. فعلا. المصري بعد علي ماهر اه اتحول 180 درجه. فعلا. يعني لا لو علي ماهر بص. موجود امبارح كان ممكن تخسر عادي جدا. ايوه لكن مع رئيس بوجلبان انت اصلا المصري ما ايوه فيش خطوره هجوميه ليه؟ ما فيش ايوه خطوره اصلا. يعني ما شفتش ماتش عند الجول، ما شفتش ايوه. عواد طلع واحده كده صعبه لا مثلا، لا ما لا شفتش حاجه زي دي. مفيش. هي بس واحده بتاعت محمود حماده دي اللي راح من ناحيه في الشوط الثاني، ممكن انت ما كنتش شفتها. في الشوط الثاني راح وشاط جت فوق العارضه سنه، هي دي متهيألي الكره مش كان تارجت. الكره مفيش حاجه. آه الدوري بيبعد سنه 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 كده، الدوري بيتسحب من ايدينا، مع ان احنا كان في ايدينا نعمل. بس انا برضو يعني ما لومش بصراحه، يعني لان انت ما عندكش لعيبه ولا عندك مدير فني بره، حتى الدكه ما فيش. ايشو ده ايه ده يعني؟ انا مش هو ايشو هيفضل ناشئ يعني بقاله 90 سنه احنا هو ايه ايشو ده يعني؟ 2003 لا مش ماشي غلط 2003. هو لعيب ايه درجه ايشو اولى ده؟ اصلا. يعني المفروض لعيب درجه اولى، المفروض لما ينزل الملعب واحد زي ده اصلا ما بيلعبش، لما انزل الملعب افيد الفرقه، اعمل اي حاجه عشان اثبت نفسي في الفرقه. زي لكن ده انت نازل ايشو ده بقى زيك كتير قوي. زيك زي اي حد. يعني انا مش فاهم انا. وكان بيتنك ان هو ما كانش عايز يجدد، اه فجددوا له بعد كده قعد حبه عشان يجدد. طب وبعد ما جددت إيه اللي حصل؟ وبرضه يعني بعيد بقى عن التعادل وعن اي حاجه، بعيد عن الفرقه. يعني انا عايز حد يقول لي الجون اتلغى ليه؟ عايز بتاع حد الزمالك. كده يطلع يقول لي الجون بتاع الزمالك امبارح اتلغى ليه؟ بس هاند بول. هاند بول الكره جايه من رجل اللاعب، ردت في بطن ناصر منسي، جت يعني ايه ايده ما اتحركتش، يعني ايدي كده جنبي ما عملتش كده مثلا، فالكره نزلت الكره هو بايدي هو مش اسف. كان ايدي الكره جايه كانت هنا هو بيقول لك من هنا لهنا، ايدي ثابته في الارض، ثابته في جنبها اهي، وكنت قدامي حتى ما اتحركتش، يعني ما حركتش ايده، وراح جاب الجول. هو ايه بقى ايه الحكم امبارح محمد صلاح فتاح الحكم السابق قال لك الكره الجون 100%. طب يعني انا عايز اعرف بس، يعني انت بتلغي على اي اساس بتلغي؟ حتى ما خدش وقت في الشوط، يعني حتى راح شاف ما هو راح كملش دقيقه الشاف راح هوب راح رجع راح الجول. ايه يا بس عم هم ده؟ بيقولوا يعني ان القانون ان المدافع لو الكرة جت في ايده ففيها خد وهات وفيها وضعيته ايه وكده، لكن المهاجم لو الكرة فادته وجت في ايده دي ما فيهاش. ده على الحد الكره اللي جايه هم من قالوه. رجل المدافع في بطني، جنب بطني بالظبط، وانا ايدي جنب جسمي ما حركش من جسمي. ممكن. ليه تلغي؟ وقوع محمود حماده في الشوط الاول ده مش كارت احمر؟ في يعني كرة في انا الشوط مش فاهم. الثاني، بس انت ممكن ما تكونش شفتها. انا مش بعد فاهم. لقطة الجون دي على طول. ضربه مش جزاء ناصر منسي. شفتها ضربه بتاعت جزاء ناصر لما منسي. الاثنين عملوا يعني انا مش ساندوتش. فاهم برضه يعني هو انتوا احنا بنحسب الحاجات على مزاجنا يعني ولا إيه؟ مش فاهم يعني. هو القانون بيمشي ساعات ومش ساعات ولا إيه؟ مش ما اعرفش برضه. زي ما قلنا تعادل بيضيع منك سنة سنة كده، الدوري بيتسحب من بين ايدك. زي ما علي قال افيد لنا 100 مره اللي احنا بقى نركز على المركز الثاني، على الاقل نروح لدوري ابطال افريقيا. في الاول وفي الاخر ما عندكش سكواد، ولا ما عندك مدير فني، ولا عندك اداره. فربنا يعدي الايام دي على خير على نادي الزمالك. اتكلمنا في كل حاجه تخص ماتش الزمالك والمصري. بنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ونكون قلنا كل حاجه كزملكاويه يعني. ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب لو الفيديو عجبك. شكرا.